في المستقبل الرصاص بقى هو أهم وأغلى عملة في الدنيا. الطلقات ال9 مللي وال7 مللي بقت هي الكنوز اللي الناس كلها بتجري وراها، لأن تغيير المناخ ولع الدنيا وعمل حرب نووية عالمية، فالحضارة تقريبا اتدمرت والأراضي اتحرقت وبقت بور والمدن اتهدت على اللي فيها. كل التكنولوجيا العالية راحت في داهية وما بقاش فيه غير العنف هو السحر الوحيد اللي ماشي بيه الحال. رونين المسافر الوحيد كان تايه في الأرض الخراب بيدور على اللي قتل أبوه. قضى سنين بيرسم خريطة للقارة كلها وكل ما يتحرك يزود حتة في الخريطة. وفي يوم من الأيام رونين قابل البنت الصغيرة ماريا. ماريا دي كانت في الأصل ناوية تأجر صياد جوايز علشان يبقى الحارس الشخصي بتاعها، بس بما ان رونين لسه يدوب مخلص على الصياد ده، ماريا عرضت على رونين ان هو اللي يشتغل معاها وطلعت طلقه 7 مللي غاليه جدا كعربون، ووعدت رونين وقالت له لو قدرت توصلني للسور العالي بتاع البلد البعيده هتاخد احسن مكافاه ممكن تتخيلها. رونين قدر ان المشوار هياخد بتاع 7 ليالي، وبعد ما حسبها كويس ووازن الامور وافق لماريا. الاتنين بقوا ماشيين مع بعض بس بينهم بتاع كام متر كده، اصلهم مش واثقين في بعض خالص فقاصدين يخلوا بينهم مسافه. من كلامهم مع بعض عرفنا ان ماريا بعد ما هربت من الجماعه بتاعتها هي وامها مصممه ترجع للمكان اللي اتولدت فيه، والرصاص والطبنجه اللي معاها دول ثروه غاليه جدا سابها لها ابوها. اما رونين بقى فمعاه طبنجه متجمعه على الايد حاططها في وسطه، وبسبب ان الموديل بتاعها غريب تقريبا مستحيل يلاقي لها طلقات مناسبه، بس برضه شايلها معاه على طول، غالبا دي كمان ذكرى من ابوه. الاتنين وصلوا عند كوم صخور قريب وماريا راحت ناحيته، وبعد ما حفرت حبه في التراب لقت 5 طلقات كانت مخبياهم هناك. رونين لسه هيمد ايده يفتح ويشوف البضاعه لمح مجموعه ناس شكلهم غريب جايين عليهم. شاور لماريا تستخبى في اي مكان وراح ساحب سيف الساموراي بتاعه وواجه الاعداء. الرجاله المقنعين دول مع انهم كانوا داخلين بشرهم بس مهاراتهم في القتال طلعت على قدهم خالص، حتى وهم كتير كده وبيهاجموا رونين ما عرفوش ياخدوا معاه حق ولا باطل، وفي وقت قصير عدد كبير منهم وقعوا على الارض. اخر واحد فضل عايش عرف انه مش قد رونين فرفع القوس النشاب اللي في ايده، وفي اخر لحظه ماريا طلعت وضربت طلقه جت في دماغ الراجل المقنع. في العالم ده الطلقات بتساوي فلوس وحاجه غاليه جدا، فعشان كده قليل جدا لما حد بيضرب نار في المعارك. رونين ما لمش ماريا انها اتصرفت وقرب يشوف متعلقات الجثث وياخد الحاجات اللي ليها قيمه. رونين قلع واحد منهم القناع واكتشف ان الشخص ده وريث قبيله معينه. كده شكل ماريا بقت في ورطه كبيره. رونين قرر يقلل وقت البحث عن الأكل والراحة ويختصر رحلة ال7 أيام دي يخليها 3 بس. الاتنين لقوا مكان عند الصخور وقرروا يرتاحوا ليلة واحدة ويروحوا السوق بكرة. ماريا ما قدرتش تمسك نفسها وسألت مش انت لسه قايل عايز تقلل وقت الراحة؟ ليه ما نمشيش على طول؟ رونين شرح لها ان بالليل سهل اي حد يهجم عليهم، فالأحسن يستنوا لحد تاني يوم الصبح ويتحركوا. تاني يوم الصبح ماريا صحيت والطبنجة في ايدها، لقت رونين بيتمرن على السيف مش بعيد عنها. جات لها فكره وراحت مفتشه في شنطه ظهره، لقت جواه كتاب قديم عن فنون السيف. من شكل لبس الشخصيات اللي في الصور وطبيعه الكتابه الحاجه دي شكلها كده جايه من اليابان، ومش غريبه يعني ان رونين شايل سيف ساموراي. رونين شاف ماريا وهي بتتطفل عليه بس هي ولا اتكسفت ولا اي حاجه، بالعكس سالته الحاجه دي جبتها منين. رونين تفادى الكلام في الموضوع وكل اللي قاله لماريا انها تلم حاجتها ويتحركوا بسرعه علشان القبيله لما تلاقي الجثه اكيد هيجوا يدوروا عليهم ويقتلوهم. وفعلا كلام رونين طلع صح، القبيله لقت جثه الوريث بتاعهم، وبما انه كل واحد فيهم لابس قناع ومش سهل يبينوا غضبهم فكلهم بقوا بينهجوا جامد علشان يبينوا انهم غضبانين. رونين وماريا كانوا في طريقهم للسوق. ماريا ما قدرتش ما تسالش السوق ده عامل ازاي، اصل قبيلتها دي على حافه الهويه اللي ملهاش اخر وعمرها ما شافت اي سوق في حياتها. رونين حذر ماريا بنبرة جد، قال لها ان في السوق ده اهم حاجه تمشي على القواعد. القاعده الاولى لو مش ناويه تشتري او تبيعي ما تتكلميش مع البياعين. القاعده الثانيه لو مش عاوزه تلفتي نظر الحراس خلي راسك في الارض وما تبصيش في عينيهم. القاعده الثالثه ما تلمسيش اي حاجه في السوق عمال على بطال. اخر قاعده اوعي تطلعي اي سلاح. السوق يبان انه فوضوي بس هو في الحقيقه منظم جدا، كل عشيره ليها بضاعه معينه بتباعها، ناس مسؤوله عن السلاح وناس مسؤوله عن الاكل واللبس. قبل كل بدر كل سكان الوادي بيتجمعوا هنا علشان يتاجروا ويجيبوا الحاجات اللي ناقصاهم. كل عشيره كمان بتبعت ناس تكون مسؤوله عن الامن. من الاخر كده السوق ده مكان مقدس، اي خناق او عنف ممنوع فيه. الهمج المتخلفين بس هم اللي ممكن يتجاهلوا قواعد الوادي. رونين راح عند فرشة واحد اسمه جيسي وطلع الطلقات اللي لقاها مع الجثث وسأله البنت الصغيرة دي جاية منين؟ الوسم اللي على جسمها ده بتاع الأرض اللي ورا الهاوية، والعيال اللي من حرام بس هم اللي بيبقى عليهم الوسم ده. جيسي نصح رونين يخلص من المصيبة دي بسرعة، بس رونين ولا هو هنا، أخذ البضاعة بتاعته وجري ورا ماريا. في نفس اللحظة جت خناقة من فرشة قريبة. الحارس اللي واقف فوق على مكان عالي شد أمان السلاح على طول. كل اللي في السوق اتسمروا مكانهم، والزبون اللي كان لسه بيتخانق بقى عامل زي الفرخة الدايخة وما بقاش قادر ينطق. الاتنين سابوا السوق بسرعة وكملوا طريقهم. الشمس كانت حامية قوي لدرجة إنها تخلي الواحد جسمه ينشف من المية. رونين وماريا لقوا بيت فاضي ممكن يستخبوا فيه من الشمس.
قرروا ياخدوا استراحة صغيرة هناك. بعد كده ماريا كانت بتصين مسدسها بمنتهى الحرص، بتزينه وبتمسحه كويس جدا. اما رونان كان بيحفر حفرة في الرملة وبيجهز الحطب علشان يعمل غدا ليهم هما الاتنين. بعد ما جهز الموقد البسيط ده طلع كمان سيف الساموراي بتاعه علشان يصينه. النصل بتاع السيف ما بيحبش الرطوبة ولا اللمس، حتى لو ايدك نظيفة كده كده هتسيب علامات على النصل، فلازم يتنضف بانتظام ببودرة مخصوص علشان تمتص اي زيوت او رطوبة باقية عليه. كل المعلومات دي ابوه هو اللي علمها لرونان. وبعد ما خلصوا غدا وبيجهزوا علشان يكملوا طريقهم، ماريا كان عندها فضول تعرف رونان من انهي جماعة، بس هو قال لها ان المسافرين دايما على الطريق وما بينتموش لاي جماعات. رونان حس ان في حد قدام من شكله كده، المفروض ده مرسال. التواصل بين القبائل كله معتمد على مراسيل بيوصلوا جوابات. العلم اللي بيبقى مرفوع في ايده ده فيه حوارات كتير، كل لون بيرمز لرساله معينه. اللون الاحمر اللي كان شايله المرسال ده بيرمز لرسائل واتفاقات بخصوص الاكل. في الاصل المهمه دي كانت بتقوم بيها الطيور غالبا، بس الحيوانات البريه سهل تموت من الجوع، فغيروها وخلوها افراد مخصوصين هم اللي يوصلوا. والمرسال ده عاده بيبقى ماشي وراه حامي، وده كان قاعد بيراقب رونان وماريا من بعيد في الضلمه. في اللحظه دي لو المرسال اتعرض لاي خطر، الحامي هيتصرف فورا. وقت ما الاتنين مستمرين في المشي، القبيلة الغامضة اللي بتطاردهم كانت وصلت وراهم لحد السوق. الحارس وقف في طريقهم علشان يمنعهم يتقدموا، بس زعيم القبيلة طنشه وراح خابط الحارس جامد ووقعه وكسر له سلاحه وخد الطلقات. الزعيم حذر الحارس انه يقول بصراحة رونان راح فين. في الوقت ده البطلين بتوعنا اخيرا لقوا مكان يباتوا فيه قبل ما الشمس تغيب خالص. يمكن علشان الاتنين كانوا تعبانين قوي من المشوار، ما حسوش خالص بحد بيقرب منهم وهم نايمين. اللي جوهم استغلوا الفرصة وخبطوهم على دماغهم واغمى عليهم. لما رونان فاق لقى ايده مربوطة وماريا لسه فاقدة الوعي مرمية قصاده. سمع حد بيقرب فبسرعة غمض عينيه وكمل تمثيل انه لسه مغمى عليه. راجلين قربوا وسحبوا رونان واخدوه على اوضة ضلمتها خفيفة. كان في شخص عايش مرمي على ترابيزة في الأوضة، وراجل أصلع مسك بلطة وقعد يقطع في الشخص المرمي ده. رونان بسرعة نط خبط الرجالة اللي جنبه بإيديه الاتنين، وبعدين بكام بوكس وقع الجزار اللي كان ماسك السكينة. الراجل اللي كان على الأرض قام بسرعة يبلغ الزعيم. الزعيم لما عرف الوضع فتح البدروم وطلع كام حتة عيش غراب مسمم من جواه، قسمهم على 2 من أتباعه، وبعدين راح الكوخ وهو هايج علشان يصفي حسابه مع رونان. رونان كان خلاص اتسحب من المكان في الوقت ده. صحى ماريا اللي كانت لسه دايخة، وساعد ال2 التانيين اللي كانوا مربوطين يفك الحبال. اما ال3 اللي اكلوا عيش الغراب كان مسمم واتحولوا زي الزومبي كده. رونان قطع دراع واحد من المتحولين دول وطعن واحد تاني في راسه، حط سكينة على رقبة زعيمهم وهدده علشان ياخدهم هو الاول ويدلهم على المخرج. الزعيم طول الطريق عمال يرغي ويحاول يقنعهم يقعدوا، بس رونان والاتنين التانيين عملوا ودن من طين وودن من عجين وماشيين بسرعه وراه علشان يخرجوا. رجعوا للمكان اللي كانوا مستريحين فيه الليله اللي فاتت، ولحسن حظهم الشنط والحاجات بتاعتهم كانت لسه في مكانها ما اتسرقتش. ماريا كانت سمعت عن قبيله الليل دي وعارفه انهم عايشين على اكل لحوم البشر، ولولا رونان صحي في الوقت المناسب امبارح كان زمانهم اتعملوا كفتة بني ادمين. مع ان ماريا ما اتصابتش، بس رونان برضه كان حاسس بالذنب، ما هو اصلا واخد فلوس علشان يعمل شغل والمفروض يحمي ماريا، بس الليله اللي فاتت دي عرضها للخطر. في اللحظه دي رونان سمع صوت خطوات رجلين كتير، بس وراه بالتلسكوب لقى قبيله المقنعين جايين وراهم. رونان وماريا سرعوا خطاهم فورا، والقبيله اللي وراهم فضلت تجري وراهم لازقين فيهم. التراب تحت رجلين الكل بقى انشف وانشف، والحرارة عمالة تزيد بشكل واضح. شوية كده واحد منهم واقع من ضربة شمس، ورونان وماريا اضطروا يقفوا، لازم يوفروا طاقتهم علشان وصول الليل. والقبيلة دي قدرت تلحقهم بالسرعة دي، وده معناه انهم ماشيين على الأقل 2 من غير توقف، فأكيد استهلاكهم لطاقة جسمهم كان أكبر. رونان سحب سلاحه وقال لماريا تمسك مسدسها كويس. دلوقتي بدل ما يكملوا هرب تحت الشمس الحارقة دي، الأحسن ياخدوا فرصتهم ويواجهوا، يا صابت يا خابت. الطرفين كانوا بيبصوا لبعض على بعد مئات الامتار. في الحقيقه قبيله المقنعين ما هاجموش الاول علشان معظمهم كان خلاص هيغمى عليه من الحر. الزعيم بتاعهم غالبا ادرك برضه ان اي تصرف دلوقتي هيبقى خساره كبيره ليهم، فقال اتباعه يرتاحوا في مكانهم شويه ويلاقوا اي اكل علشان يستعيدوا طاقتهم. رونان استغل الفرصه دي وراح حاطط ماريا في مكان امن وطلع الخريطه، وقال لها لو ما رجعتش قبل ما القمر يطلع ويبقى فوق الراس بالظبط، روح انت الاول للمكان اللي متعلم عليه في الخريطه، وساعتها اول ما تطلعي شنطتي حد هيجي ويساعدك. رونان كان ناوي يروح لاطلال العالم القديم، المكان اللي فيه نوع من الروبوتات اسمه البراغيث كانت بتحرسه، واللي يدخله صعب يطلع منه عايش، بس الاطلال دي فيها مخزون سلاح كبير. لو قدرت تجيب كام رشاش تقيل اكيد هيقدر يخلص على المطاردين المزعجين دول. اما البراغيث فهي نوع من الروبوتات شبه الخنافس كده، بتشتغل بمخزون الطاقه الشمسيه، فعلشان كده بتدخل في حاله شبه خمول بالليل.
رونين اتسحب بحذر من جنب الروبوتات ودخل حاوية شحن، بس صوت قفل البيبان لفت نظر الروبوتات. لحسن الحظ الباب الحديد بتاع الحاوية كان تخين كفاية، فحتى البراغيث هتاخد وقت علشان تفتحه. رونين ولع كام ورقة علشان ينور، وبسرعة قعد يدور على سلاح في الصناديق. اما الروبوتات اللي بره الباب فطلعت اسلحة من تحت دروعها وبدأت تخبط بعنف في صاج الحاوية. في اللحظة اللي كسروا فيها الباب ودخلوا، رونين بسرعة رفع سلاحه وضرب نار عشوائي، وقع الروبوتات وخرج بسرعة وهو شايل السلاح في حضنه. ماريا لما شافته راجع جريت قالت لرونين ان المطاردين جايين. رونين جهز الرشاش باقصى سرعه ممكنه، وبعد وصلة ضرب نار هستيريه كل المطاردين من قبيله المقنعين ماتوا. ماريا سالت بقلق، صوت ضرب النار ده كان عالي قوي، اكيد اتسمع في الوادي كله. رونين قال لها محدش هيبقى غبي كفايه يجي يدخل في الحوار ده كله بعد ما بيسمع صوت عالي كده. وبعدين راح يفحص الجثث واحده واحده بسيف الساموراي بتاعه، وفعلا 3 جم على الصوت. رونين قلق انهم يأذوا ماريا فجري عليهم بسلاحه على طول. تفادى سهم القوس، وواحد من ال3 اسمه باري زق صاحبه وضرب رونين طلقه جت في جنبه. واضح ان تصويبه كان احسن بكتير. باري قال شكرا انك رجعت البنت سليمه، بس لو فكرت تاخد خطوه كمان لقدام السهم بتاعي مش هيغلط المره دي. طلع ان الراجل ده يعرف ابو ماريا، وهم كمان ناويين يروحوا الناحيه التانيه من السور العالي، فعلشان كده كانوا عاوزين ماريا تروح معاهم. رونين ما يعرفش حقيقه المجموعه دي ولا هم عايزين ايه، فعرض عليهم يبادل الطلقات اللي وفرها وياخد ماريا. بس باري قال له البنت دي اغلى من اي حاجه ممكن تديها لنا، بس الجماعه اللي معاه كانوا ميتين على الطلقات. بس باري ما فرقش معاه خالص ان الراجل ده يتقتل ولا لا، كده كده ماريا وافقت تمشي معاهم. قبل ما ماريا تمشي ادت العقد بتاع امها لرونين واختفت بالتدريج في سواد الليل. ورونين بسرعه راح يعالج الجرح اللي في بطنه. في مكان حر زي ده شويه التهاب صغيرين ممكن يموتوه. وتاني يوم الصبح زعيم قبيله المقنعين صحي. المشهد ده كان مضحك الى حد ما، غالبا علشان رونين سابه لما كان بيكمل على الباقيين بالسكينه. ماريا اتخذت للمبنى اللي بره السور العالي. واحد اسمه نولان شعره نفس قصه شعرها كان قاعد على عرش معمول من الرشاشات، مش محتاجه تفكير، الراجل ده اكيد ابو ماريا. وعلى الناحيتين من القاعه كانت مليانه رجاله وستات شكلهم جد قوي. قزم كان بيخدم جنب العرش، والستات اللي في ناحيه من الاوضه كلهم كانوا زوجات الملك الاشقر ده، وام ماريا كانت واحده منهم زمان. وعلى كلام نولان كانت كمان مفضله جدا عنده في الوقت ده. عموما نولان مش هيعامل لحم ودم وحش. قال لماريا انت هنا صاحبه المكان، ليكي كامل الحريه تختاري تمشي او تقعدي. ماريا كل اللي كانت عايزه تعرفه ليه ابوها ساب علامه العار دي على وشها، بس هو ما كانش عنده اي نيه يشرح، وقعد يستعرض ويقول انت اول واحده اسيب عليها علامه. ماريا اتعصبت جدا لما سمعت كده فراحت متحدياه، بس هو زق واحده ست علشان تحارب بداله. ده طبعا استهتار بماريا. هي سحبت الخنجر وجهزت نفسها علشان توري الناس دي العين الحمراء. نولان فجاه ضرب نار وقتل الست وقال انه كان بيهزر، بس ممكن يدي ماريا حق المبارزة، بس اقترح انها تقعد تتعلم منه الاول، وبعد ما تخلص دراستها نولان ممكن يديها فرصة تقتله. اما رونين فكان بيحاول بكل جهد انه يلاقي طلقات لمسدسه الغريب ده. هو شاف ذخيرة العالم القديم اللي كانت محفوظة كويس، ولمس كمان المنشآت اللي كانت بتصنع اسلحة زمان، بس بعد ما لف الدنيا كلها سنين طويلة لسه ما لقاش طلقات تنفع للمسدس ده. فرونين استخدم كتاب قديم كورقة مساومة علشان يبدلوا بمخزون طلقات مع الناس بتوع كنيسة القبة. لحسن الحظ أخذ الطلقات اللي كان عايزها، وبعد كده رونين وصل بره قصر نولان وخلص على 2 حراس كانوا على الباب، ودخل تحت الأرض عن طريق أسانسير. رونين كان ماسك مسدس في إيده وسكينة في الإيد التانية، وأول ما نزل شاف صفين جنود. رونين بصراحة عمل معركة كويسة جدا، والممر اتملى جثث. صوت الخناق وضرب النار وصل بوضوح للقاعة. كل الجنود اصطفوا وحرسوا قدام عرش نولان، كانوا كاتمين أنفاسهم ومستنيين العدو يظهر، وإيدهم اللي ماسكة السلاح كانت مشدودة ومش قادرة ترتخي. ورونين ظهر وهو شايل كيس فيه واحد من الجنود. ماريا عرفته وجريت وقالت لأبوها ما يأذيهوش. لما نولان سمع كده شاور للقزم يشغل المزيكا. ايوه ما تستغربش، كل مره نولان عاوز يقول خطاب مهم لازم هو بنفسه يحط له موسيقى تصويريه علشان يبين البرستيج بتاعه. يعني صعب تتخيل الاتباع دول ليه ما تمردوش عليه وقتلوه من بدري. رونين سلم السلاح اللي في ايده وامر نولان يسيب ماريا تمشي. نولان بصراحه عينه جت على رونين وعايزه يقعد ويخدمه كقائد للحرس. رونين كان عاوز يقول رايه في الموضوع ده، لكن في الوقت ده زعيم القبيله المقنعه لحقهم لحد مكانهم. شكله كده فاكر ان القصر ده سوق الخضار بتاع بلدهم، ان اي حد يعني ممكن يدخله عادي. في اللحظة دي الحارس القزم جاله رد فعل شرطي، شغل الموسيقى التصويرية أول ما حد وصل. نولان شاور على رونين وماريا، المعنى بسيط جدا، أنا جاي علشان الاتنين دول النهاردة. نولان الموضوع ده عجبه، اقترح يعملوا مبارزة عادلة بينه وبين رونين والزعيم، واللي يكسب ياخد ماريا. وبعد ما اتكلم نولان لبس قناع القتال بتاعه، مشي بين الاتنين ورمى خنجر ذهب في الهواء. التلاتة مدوا ايديهم علشان يمسكوا السلاح في نفس الوقت. محدش كان يتوقع ان نولان ده بيعرف يحارب بجد. استغل الفرصة وطعن زعيم القبيلة في قفاه، بس الراجل التاني كان ضخم وجلده تخين، سحب سلاحه بسرعة وطعن نولان. وبعد كام جولة عنيفة
كل واحد فيهم اتصاب بالسكينه، بس الزعيم كان واضح انه في موقف ضعف. نولان ما ادالوش فرصه يلقط نفسه، قرب عليه وطعنه لحد ما موته بضربات عشوائيه، وبعدين جري على رونين وهو ماسك الخنجر في ايده. في النهايه هزم الاثنين المنافسين. نولان مسك سيف الساموراي اللي على الارض وجاهز علشان يقتل رونين، علشان يقطع عرقه ويسيح دم وما يعملش مشاكل في المستقبل. ماريا جريت وقعدت على العرش وشغلت آلية سرية في مسند الدراع، وبإيديها فرقعت أبوها بالرصاص لحد ما بقى عامل زي الغربال. وبعد كده ماريا مشيت لحد الجثة، شالت التاج ولبسته، ادت لرونن الطلقة الذهب بتاعة أبوها، وقالت له إنها دفعت المكافأة اللي متفقين عليها. ماريا مش هتمشي مع رونن، هي داقت طعم القوة والانتصار ومصممة تقعد على العرش الحديدي. لما الاتنين اتقابلوا أول مرة قلوبهم كانت مليانة بنار الانتقام، بس رونن فهم كلام أبوه في المشوار الطويل ده. المسافرين ما بينتموش لأي جماعة ولا المفروض يكون عندهم أي أهداف، المفروض يكونوا دايما على الطريق مقارنة بالوجهة اللي رايحينها. جمال الرحلة نفسه هو الأهم. للأسف ماريا لسه ما أدركتش ده، محدش يقدر يتأكد إذا كانت هتتحول لطاغية جديدة ولا لأ. ودي نهاية الفيلم، ونتقابل في تلخيصة جديدة، وشكرا للمشاهدة.